السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بالجديد والمفيد فعل من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد. فعل من التطبيقات في القناة عندي اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية، تطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهارده ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه ديجيت. التطبيق ده مساحته 23 ميجا، محمله اكتر من 5 مليون شخص. التطبيق ده خاص بالهوية الرقمية بتاعتك الموجودة في دولة هولندا والوصول للخدمات. لو انت مواطن هولندي او لو انت داخل هولندا بشكل رسمي، مش بشكل مش رايح تهريب او حاجه، فبيكون معاك بطاقه الهويه بتاعتك الرقميه، فبتقدر تستخدمها من خلال التطبيق ده ان انت تعرف توصل للخدمات الحكوميه من وانت في مكانك بدون الحاجه ان انت تروح للمكتب او تروح لموظف او اي حاجه. انت بتطلب الخدمه من خلال التطبيق ده والخدمه بتوصلك لحد عندك. خدمات بقى زي خدمات الضرائب، زي خدمات التعليم، زي خدمات التضامن الاجتماعي، زي خدمات التامين الصحي، زي خدمات الضرائب. كل الخدمات دي بتقدر تحصل عليها واكتر من كده كمان. خدمات موجودة على التطبيق كلها الخدمات الحكومية الموجودة في دولة هولندا. بتقدر ان انت تطلب الخدمة، بتقدر تجيلك لحد عندك، بتقدر ان انت تخلصها بدون الحاجة ان انت تروح مشوار، تروح لموظف لحد عنده. طبعا تطبيق كويس جدا، تطبيق بيسهل على الناس حياتها، تطبيق بيخلي الناس توفر الوقت، او بدل ما تاخد يوم اجازة مثلا من شغلها علشان عندها مشوار لاي مصلحة حكومية، لا، إن ممكن يخلص المشوار اصلا بتاعه كله من هو في مكانه عن طريق الابليكيشن ده. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبة لعيوب التطبيق، اول حاجة التطبيق بيتضمن اللغة الإنجليزية واللغة الهولندية، ما فيهوش طبعا لغة عربية. لو انت مواطن عربي موجود في هولندا فالتطبيق هيكون معاك صعب، الا لو انت معاك لغة انجليزية بتقدر تتعامل بيها. التطبيق بيتضمن اشتراك علشان تقدر تحصل طبعا على الخدمات دي، بتدفع مقابل ليها. آه، بيبقى فيه بعض العيوب التقنية، اللي هو التطبيق مثلا بيعلق، التطبيق مش بيشتغل. ده بيحصل عند بعض الناس مش كل الناس، وكل التطبيقات بيحصل فيها نفس المشاكل دي اللي هي المشكلات التقنية. نفس النظام برضو بيكون فيه عيوب، اللي هو ان التطبيق ممكن يتهكر، او معلومات الناس ممكن تروح. دي برضو بتكون يعني حالة واردة، بس بتكون قليلة ان هي ممكن تظهر. بس كده. طبعا التطبيق بيعتمد على الانترنت وبيعتمد على تحديثات على طول مستمرة، اللي هو ممكن يخلص لك باقة الانترنت على طول. ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. بالنسبه للمزايا والعيوب، لو عجبك شرح التطبيق يا ريت تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين يا ريت تسيب لي في الكومنت. لو شفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. وشكرا، سلام عليكم.